المخدة أو الوسادة عند المصري القديم شكلها كان عامل ازاي؟ لما جيت أعمل سيرش على الوسادة الطبية اللي بتستخدم دلوقتي لقيتها شبه الوسادة بتاعة المصريين القدماء. والصراحة أنا مستغربتش لأن المصري القديم وصل لحاجات احنا لسه ما نعرفوش في كل العلوم، سواء طب أو كيمياء أو فلك. كمان كل الانبهار اللي احنا شايفينه عن العمارة أو الفن المصري القديم ده وراه سبب ديني، فهم أحسنوا الصنع وعملوا الحاجة بإتقان وبشكل جمالي مبهر، وفي نفس الوقت بيخدم العقيدة المصرية القديمة. عندكم مثلا الوسادة اللي استخدمت في عصر المصريين القدماء دي كمان بتخدم العقيدة الشمسية عند المصري القديم، وكمان لو بصينا عليها فهي علاج طبيعي لعلاج فقرات الرقبة، يعني أفضل من المخدات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. المصري القديم بيثبت لنا دايما قد ايه ان هو صاحب أعظم وأقدم حضارة. المصري القديم استخدم الوسادة أو المخدة من الأسرة الثالثة لغاية العصر المتأخر. طب يا ترى شكل مسند الرأس أو الوسادة أو المخدة كان عامل إزاي؟ كان بيتكون من قاعدة ثابتة، ده طبعا غرضها تحقيق نوع من الثبات للمسند. فوقها هنلاقي قطعة عمودية مثبتة فيها، بعد كده هنلاقي قطعة هلالية مستعرضة، وكانوا بيحطوا طبقة كثيفة من القماش. وكانت المساند بتتصنع من الخشب والعاج والألابستر. ساعات بنلاقي على المسند صور للمعبودات الخاصة بالحماية والوقاية من الأرواح الشريرة، زي المعبود بس والمعبودة طاويرت. طب ليه؟ عشان تمنع الكوابيس عن الشخص النايم. أكبر دليل عندنا إن بيثبت المصريين القدماء استخدموا المساند الرأس إن لقينا مساند رأس بيوت عمال دير المدينة، وبرضه المساند دي كانت بتمثل جزء مهم جدا في الأساس الجنزي، وكان بيتكتب عليها اسم الشخص المتوفي وألقابه. طب ليه المصري القديم عمل وسادة أو مسند رأس بالشكل ده؟ احنا زي ما عارفين كل حاجة عملها المصري القديم كان ليه دلالة دينية، فشكل المسند واخد شكل الشمس، فتصور المصري القديم ان الراس بتمثل الشمس اللي بتنخفض لما بنحطها على المسند، زي بالظبط الشمس لما بتغرب وبترتفع مرة تانية لما يصحى النايم. لو بصينا على الفصل 166 من كتاب الموتى بيوضح ايه هي الوظيفة السحرية لمسند الرأس، ووظيفته انه مسؤول بشكل رئيسي عن رفع راس المتوفي بطريقة سحرية أثناء البعث في العالم الآخر. وكتاب الموتى ده كتاب ديني كلمتكم عنه قبل كده. برضو من وظائف مسند الرأس الشخص المتوفي ان هو بيمنع كسر الرقبة وفقدان الراس الموميا. طب يا ترى شكل مساند الرأس اتغيرت على مر العصور ولا شكل واحد بس؟ مساند الرأس ليها أنواع على حسب العصر اللي صنعت فيه. يعني عندنا مثلا مساند مصنوعة من كتلة واحدة وفضلت مستخدمة طول العصور الفرعونية. عندنا تاني نوع من المساند المصنوعة من الخشب، والمسند ده بيكون الطبقة الوسطى فيه مكونة من عمودين، ودي فضلت مستخدمة لحد العصر المتأخر. عندنا النوع الثالث مصنوع من الخشب، وده يمكن طيه، ودي ظهرت في الدولة الحديثة. في عصر الدولة الحديثة ظهر عندنا كمان أنواع من التمايم تاخد شكل مسند الرأس، ودي كانت بتتصنع من الخزف أو الخشب. وأقدم نموذج لقيناه هو تميمة توت عنخ آمون، لقيناها على الموميا. فبيقول العلماء إن التمايم على شكل مسند رأس كان بيلبسوها الأحياء، ولما بيتوفى الشخص تتحط جنب الموميا بتاعته.